لو فاكر إن الحقيقة هي اللي بتكسب في الآخر فأنت محتاج تراجع التاريخ، ومحتاج تراجع الهوم عندك على الفيسبوك. الحقيقة مش بتنتشر يا صديقي، الإحساس هو اللي بينتشر. الناس مش بتصدق اللي شايفاه بعينيها، الناس بتصدق اللي حاسة بيه. إحنا كائنات عاطفية بتمثل إنها عقلانية، واللعب كله بيبدأ من النقطة دي. في علم النفس في مفهوم اسمه الواقعية العاطفية، ده معناه إن مخك بياخد مشاعرك كدليل على الحقيقة. يعني لو حاسس بالخوف يبقى أكيد في خطر، حتى لو الواقع بيقول إنك في أمان. ولو حاسس إن شخص معين شرير، عقلك هيدور على أي كذبة تثبت الشعور ده وترفض أي حقيقة تجمله. المشاعر هي اللي بتبني الواقع مش العكس. سنة 1692 في بلدة سالم في ولاية من الولايات الأمريكية، مئات الناس اتعدموا واتسجنوا بتهمة السحر. هل كان في دليل مادي واحد؟ ولا ذرة، بس كان في خوف، والخوف لما بيزيد عن حده بيتحول لعدوى جماعية. في سالم كان الخوف أعلى من أي منطق، ولما الخوف بيعلى التفكير بيختفي تماما. اللي حصل في سالم بيحصل كل يوم قدامك على الشاشة. إشاعة واحدة بتلمس خوفك أو غضبك كفيلة إنها تحرق مدن، حتى لو الحقيقة واضحة زي الشمس. عارف ليه الكذبة بتلف العالم والحقيقة لسه بتلبس جزمتها؟ في دراسة عملتها جامعة ستانفورد بتقول إن القصص اللي بتثير مشاعر قوية زي الغضب أو الاشمئزاز بتنتشر بنسبة 70% أكتر من الأخبار المحايدة، لأن الكذبة بتزغزغ مشاعرك. الكذبة اللي بتحسسك إنك ضحية أو إنك بطل أو إنك مهدد أقوى بكتير من حقيقة محتاجة منك تقعد وتفكر وتحلل. إحنا بنحب اللي يريحنا، اللي يغذي انحيازاتنا. الحقيقة غالبا بتكون باردة ومحايدة ومملة، لكن الكذبة دايما سبايسي ومتفصلة على مقاس إحساسك. إحنا مش بنشتري المعلومة، إحنا بنشتري الشعور اللي بيجي وراها. ده اللي بيعتمد عليه المسوقين والسياسيين وحتى صناع الترند. هم مش بيكلموا عقلك المنطقي، هم بيخاطبوا الجهاز الحوفي في مخك المسؤول عن المشاعر. لما تلاقي خبر بيخلي دمك يغلي أو يحسسك بانتصار وهمي، اعرف إن في حد بيصطادك بطعم المشاعر عشان يبلعك كذبة كبيرة. الحقيقة محتاجة مجهود ذهني، محتاجة إنك تراجع مصادرك وتفكر في الاحتمالات التانية. لكن الكذب مريح، بيديلك إجابات جاهزة وتفسيرات سهلة لأي مشكلة معقدة. عشان كده إحنا بنختار نصدق الكذب، مش لأننا أغبياء، لأننا بنفضل الراحة العاطفية على التعب العقلي. بنختار نعيش في وهم جميل بدل ما نواجه حقيقة ممكن تكون صادمة. المرة الجاية وانت بتعمل شير أو بتتحمس لخبر، اسأل نفسك بصراحة، هل أنا مصدق ده فعلا ولا أنا عاوز أصدقه عشان عاجبني الإحساس اللي مدهون؟ هل الخبر ده بيخاطب ذكائي ولا بيخاطب غضبي؟ افتكر دايما إن الحقيقة مش دايما بتمشي على هواك، الحقيقة غالبا بتمشي عكس اللي انت عاوز تحس بيه. انت بتصدق بعقلك ولا بإحساسك؟ لو الإجابة هي التانية، انت مجرد بنزين حد تاني هو اللي ولعها عشان يدفي مصالحه على حساب عقلك. فوقه المشاعر ممكن تبني بيوت وتسكن فيها قلوب، بس الحقيقة هي اللي بتحمي البيوت دي من الانهيار لما العاصفة بتيجي. المشاعر بوصلة حلوة للحب والفن، بس هي أسوأ خريطة ممكن تمشي وراها علشان توصل للحقيقة. فكر قبل ما تندفع ورا إحساس، لأن اللي بيحس زيادة بيشوف أقل. سلام.